عايز اقول لكم كمان يمكن مصر المقاصه كنا بنتكلم مع سياده اللواء محمد عبد السلام، يعني بيخطو خطوات جاده نحو المنافسه. عنده مباراتين مؤجلين، واحده منهم مع نادي الزمالك. لو كسب مصر المقاصه نادي الزمالك هيصل للنقطه 40، هيبقى بينه وبين النادي الاهلي نقطتين فقط لا غير بعد تعادل النادي الاهلي مع امبي. اذا المنافسه على القمه مشتده ومشتعله بشكل كبير جدا جدا. عايز اقول لكم معايا حاجات كده وشويه اخبار. عندنا حاجات من على الفيسبوك كده، موضوع اللي شغل الراي العام كله الفتره اللي فاتت، موضوع كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. وعندنا يمكن كابتن ابراهيم حسن على تويتر او على فيسبوك كاتب: احنا اتشتمنا بامنا المتوفيه وانا وحسام باقذر الالفاظ وابشعها، ومين من صفوه ومين، يعني بيقول مين اللي شتمونا؟ ده من صفوه جمهور الاهلي. وكل ده ليه؟ علشان احنا بنخلص في عملنا وبنجتهد، وجمهور النادي الاهلي نسي تاريخنا وانجازاتنا معاه. شكرا يا محترمين. ده يا كابتن ابراهيم حسن زعلان ومتضايق ان هم اتشتموا في مباراه الاهلي. كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، وانا راجل اهلاوي وبعشق النادي الاهلي وبنتمي للكيان الكبير ده، راجل محترم، يعني ما يجبش وما يصحش ان هو يتشتم ايا كان الوضع. وما حدش يقدر ينسى تاريخه داخل النادي الاهلي حتى وان كان اخطا في بعض الاوقات. فكابتن حسام حسن، عايز اقول لكم الفكره بس عشان الناس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. يعني اللي جرى في العرف في مصر كلها ان الناس بتمشي من الاهلي، تمام، بتروح الزمالك رغما عن انفها. يعني ايه؟ غصب عنها. الناس بتمشي من الاهلي تروح الزمالك غصب عنها، يا عقده خلص ومش عايزين يجددوا له، يا اما خلاص هم شايفين ان هو مش هينفع في النادي الاهلي فعايزينه يمشي، تمام، يا اما في مشكله وخلاص النادي الاهلي مش عايزه فبيضطر وجاله عرض من الزمالك فبيروح الزمالك. ده جرى العرف على كده، جرى العرف على كده. العكس، من النادي الزمالك يبقى متألق يروح النادي الاهلي، عايز يروح زي ما شفنا ناس كتيره جدا من نادي الزمالك عقدها بيخلص خلاص بيقوم جري على النادي الاهلي عشان يلعب فيه. ده مش تقليلا من نادي الزمالك ولا حاجه، لكن انا بقول ده العرف جرى على كده، ان الناس اللعيبه الكبيره زي رضا عبد العال، شفنا اسماء كبيره جدا، رضا عبد العال راح، وكان اسلام الشاطر راح اعاره وبرضه راح النادي الاهلي، واسماء كتيره انتقلت من نادي الزمالك لنادي الاهلي كانت متالقه مع نادي الزمالك. العكس بقى في النادي الاهلي، لما مشي حسين ياسر وما كانش بيلعب، لما ما تمش التجديد لاحمد حسن وبرضه راح نادي الزمالك، حاجات كتيره جدا. ده العرف جرى في كده. وطول عمرنا حسن مصطفى برضه واسماء كتيره جدا لما تم انتهاء عقدها مع النادي الاهلي وما تجدد لهاش راحوا لعبوا في نادي الزمالك. ليس تقييم من نادي الزمالك ولا حاجه، ولكن ده العرف. كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم بعد المشكله اللي حصلت وان النادي الاهلي كان رافض يجدد عقد كابتن ابراهيم حسن بس كان عايز كابتن حسام بس، فكابتن حسام قال لا انا وابراهيم يا نجدد يا نمشي. فالنادي الاهلي قال له لا انت لوحدك. فمشي كابتن ابراهيم وكابتن حسام راحوا لعبوا مع نادي الزمالك، وحصلت المشكله الشهيره اللي هي رفع الحذاء، وده كان موضوع صعب جدا من ساعتها. والنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في مشكله مع كابتن حسام حسن. لكن عايز اقول ان ده راجل له تاريخ مع النادي، اسم كبير، له اهداف كتيره، له انجازات، له بطولات داخل النادي الاهلي. احنا يا جماعه في النهايه عايزين نقول ايه؟ يعني مش عايزين شتيمه، مش عايزين قله ادب، يعني مش عايزين تعدي. هو الراجل بيشوف شغله، حتى بعد اللقاء طلع اتكلم بشكل محترم على النادي الاهلي وقال احنا بننتمي واحنا اولاد النادي الاهلي، تمام؟ وراجل لاعب واشتغل في نادي الزمالك وخد كاريره خلاص وانتهى الموضوع. انت كنادي اهلي وكجمهوره لازم برضه نحترم الراجل، يعني لازم برضه نقدره شويه. ممكن ناس تزعل مني تقول انت ليه مع حسام حسن؟ لا، انا مع الحق، انا دايما مع الحق، بنحب نقول كلمه الحق دايما. احنا مش مع حسام ولا ضده، احنا بس الراجل ما اخطاش، ما غلطش في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها، واعتذر كتيره جدا عن كل ما بدر من كابتن حسام تجاه النادي الاهلي او اللي حصل فيه. فمش عايزين كل مره تحصل نفس الازمه ونفس المشكله. راجل بيشتغل بيشوف شغله. احنا كجمهور النادي الاهلي، وانا واحد من الجمهور دلوقتي، انا بقول يا كابتن حسام يعني قله قليله اللي شتمتك، خلاص الموضوع اصبح منتهي. لكن يا جماعه كل الناس بتقدر تاريخ حسام حسن داخل النادي الاهلي. ده الموضوع ببساطه وباختصار. وبرضه مش عايزين يا جماعه اي تعدي. انا برجو من جمهور النادي الاهلي المحترم الكبير ان ما ينفعش نتعدى
لفظا ولا قولا على كابتن حسام حسن يا جماعه، عشان الموضوع ده موضوع صعب وبيأثر طبعا بشكل كبير جدا. ناخد رأي. طيب احنا بس عايزين ناخد راي الجمهور المحترم. احنا عندنا الصفحه بتاعتنا، صفحه اللعبه الحلوه على هنا في ال تي سي. ناخد راي الناس، وده السؤال بتاعنا، راي الناس في التعدي لفظا على كابتن حسام حسن. يا ريت برضو تبعتوا لنا ارائكم، وجمهورنا المحترم اكيد يعني الناس كلها محترمه طبعا، وجمهور النادي الاهلي اكيد يعني كله ناس محترمه، حتى لو في بعض الاوقات حصلت فيها انفعالات. اعتقد ان مش ده العرف ومش ده العادي لجمهور الكبير، جمهور النادي الاهلي. ده كان كابتن ابراهيم حسن. طيب المصري يرسل مذكره احتجاج شديده اللهجه على قرارات الحكم جهاد جريشه خلال مباراه الاهلي والمصري. نادي المصري بعت مذكره احتجاج شديد اللهجه. دي معناها ايه؟ احنا مش عارفين، لكن ده البيج ده موجود، الكلام ده موجود على البيج بتاعت نادي المصري. تمام، بيقول ان هم بيحتجوا على قرارات الكابتن جهاد جريشه، وكان في بنالتي تقريبا يعني ما احتسبش، وكارت احمر لعاشور اداله انذار الحكم جهاد جريشه، لكن ده نادي المصري هو شايف ان الحكم ظلمهم، فبالتالي لجأوا للحاجه الصح. وده الصح، انك لما تبقى معترض، لما يبقى عندك مشكله تلجأ للجهه المختصه. ايطاليان زملكاوي بيقول لما الزمالك بيفوز بالدوري مش مجرد انه بيفوز مباريات وبيجمع نقاط وينافس فرقه كوره، الزمالك لما بيفوز بالدوري بينافس فساد كامل من تحكيم ولجنه مسابقات واتحاد كوره واعلام والتصريحات الامنيه اللي اعترف بيها وزير الشباب بلسانه. الزمالك بيواجه منظومه كامله بالدلائل والمواقف الاوضح من الشمس. بدون مبالغه دوري الزمالك ب10 او 20 دوري. ده ايطاليان زملكاوي هو شايف ان المنظومه صعبه جدا وبتيجي على نادي الزمالك. انا بس عايز اقول يا جماعه، طيب والباقي دول يعملوا ايه يعني؟ طيب جنود الاهلي اوفياء. ايطاليان زملكاوي ايضا. طيب كابتن زكريا ناصر بيقول لما حكم يجيب جول ومدير اتحاد ورئيس لجنه حكام نواب البرلمان واعضاء مجلس اتحاد ينتقد نفسه في الاعلام غير حاجات كتيره تضحك، نستحمل دوري استثنائي. ده كلام كابتن زكريا ناصف يا جماعه، ده الكلام اللي بيقوله. يعني هو معترض طبعا على يعني المنظومه بمعنى ادق، معترض على منظومه اتحاد كره القدم المصري بشكل كبير. عندنا بقى اخبارنا سريعا ناخدها عشان هنستقبل ضيف كبير، نجم من نجوم كره القدم المصريه، كابتن عبد الحميد بسيوني، نجم نادي الزمالك ونجم الاسماعيلي ومنتخب مصر ايضا طبعا، والمدير الفني السابق لنادي حرس الحدود. ناخد اخبارنا سريعا عشان نروح نستقبل ضيفنا باسيو الكره المصريه. إقامة مباراة الكاس دور ال 16 لكاس مصر يوم 7 و6 و7 و8 فبراير المقبلين. دور ال 16 إن شاء الله في كاس مصر. 3 فبراير موعد مباريات الزمالك والأولمبي في دور ال 32 لكاس مصر. أيضا كل ده هيبقى في فبراير اللي جاي إن شاء الله. توصية للجبلاء بحضور 15 فردا و50 إعلاميا في المباريات الجماهيرية. 10,000 جنيها غرامة على الأهلي والمصري بسبب سباب الجماهير. اتحاد الكورة قرر يدي 10,000 جنيه. عادل الشربجي الأقرب لرئاسة لجنة القيم باتحاد الكورة. المستشار عادل الشربجي ده الاسم الأقرب لرئاسة لجنة القيم باتحاد الكورة. وزير الرياضة استاد القاهرة الأقرب لاستضافة ودية الفراعنة أمام تونس. طب كويس الحمد لله إن استاد القاهرة يرجع تاني. السوبر المصري يؤجل مباراتي الاهلي والزمالك بدور ال 16 في الكاس. طيب مفيش مشكله. مصدر بالاهلي الانتهاء من صفقه كيجان خلال يومين. كيجان ده لاعب بيلعب في خط الوسط، برضه هناخد فيه راي كابتن عبد الحميد بسيوني من ضمن اللاعبين اللي بتلعب تحت الفيرود صانع العاب. الزمالك في ازمه بسبب 6 لاعبين. وشيكابالا مهدد بالغياب عن الزمالك امام الانتاج الحربي. غدا اختبار طبي لستانلي لتحديد جاهزيته لمباراه الزمالك والانتاج الحربي ان شاء الله لا تقام الاربع القادم باذن الله تعالى. فراعنه كره اليد يتوجهون الى لاتفيا الاثنين المقبل استعدادا للمونديال باذن الله تعالى. رفع الاثقال يشكو تجاهل وزاره الرياضه تكريم الابطال، ويعني
فيها كلام كبير دي للاسف الشديد. وليد عطا لم يصل العاب القوى، دعوه لجلسه الاولمبيه ووزير الرياضه. كده الاخبار بتاعتنا انتهت والفقره الاولى خلصت.